اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير، صباح الهنا، وصباح كل حاجه حلوه على عينيكم. هنعمل النهارده الكبسه بطريقه سهله جدا 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 فوق ما انت متخيله، وهتقومي حالا تعمليها. والله العظيم بسيطه قوي وطعمه قوي قوي قوي. ماده دهنيه، شويه زيت او حته سمنه. حطيتها في الحله، نزلت عليها بحته ليا كده، قطعتها. قلبت الليا، حته الليا في قلب السمنه او الزيت لحد ما طلعت لي ريحه الليا. وبعد كده نزلت ببصلايه حلوه كده كبيره مقطعاها ناعم، مع معلقه الا ربع توم مفروم. اديتهم برضو تشويحه كده بسيطه خالص كده، وبعدين رحت نازله باللحمه. اللحمه دي كانت في الفريزر، طلعتها وغسلتها وسبتها. طبعا طلعتها سبتها تفك. غسلتها وسقطتها كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اعمل ايه دلوقتي؟ اشوح بقى اللحمه شويه حلوين مع البصل. بصوا انا على فكره هفصل الفيديو وافضل اشوح فيها شويه. بصوا اهو، شايفين؟ حتى هو باين كده ان انا شوحت فيها شويه. كله نشف في قلب بعضه. ابدا بقى احط البهارات. البهارات اللي هحطها عباره عن، انا مع كل البهارات النهارده اللي هحطها بودر، او هقول لكم ليه. حطيت هنا ورق لورا، وعلى حبهان مطحون. حطيت كمان قرفه. حطيت كمان بابريكا. اللهم صل على سيدنا محمد. كمان حطيت كركم. يعني عارفين، نص معلقه نص معلقه نص معلقه كده صغيره. ماشي. وكمان هي نص معلقه فلفل اسمر. عندك بهارات كبسه، حطي معلقه بهارات كبسه. لكن انا ما كانش عندي واستكفيت بالبهارات دي يعني، لكن لو عندي كنت هحط. قلبتها تقليبه حلوه قوي قوي في البهارات كده، وشوحتها تشويحه حلوه. وزي ما قلت لكم بصوا لونها ما شاء الله بقى عامل ازاي. زي ما قلت لكم كده، انا بفصل الفيديو واقلب اقلب اقلب كده، واشوح اللحمه لحد ما تتشرب معايا. قطعت 3 طماطميات كده، زي ما انتم شايفين كده. التقطيعه دي زي السلطه كده بس اقل شويه، مكعبات صغيره خالص. ورحت نازله على اللحمه واديتها تشويحه حلوه. وبعد ما اديتها تشويحه حلوه، رحت نازله كمان مثلا بجزرايه كبيره كده انا بشرها، او جزرتين. تمام. وبشرهم، بس الجزر هنا كان عندي في الفريزر، عشان كده بصوا اهو هو مجمد، لازم تنزلي بيه على طول يعني، ممكن ما تستنيش انه يفك. قلبت الجزرايه مع اللحمه مع الطماطم مع البهارات، وبعدين نزلت. المفروض بقى انا كنت حطيت مثلا معلقتين صلصه معلبه. انا ما عنديش صلصه معلبه، حطيت صلصه عاديه من اللي انا عاملاها في الفريزر. اديتهم كلهم تشويحه حلوه قوي قوي قلب بعض. وبعدين كنت حاطه ميه تغلي على النار زي ما انتم شايفين. نزلت بالميه السخنه كده على اللحمه. بصوا اهي هتغلي اهي، واسيبها كده تغلي. وبعدين هوطي بقى عليها واسيبها تعيش الحياه كده مع نفسها لحد ما تستوي معايا خالص. بصوا دخلت كده في السوا، او هي كده يعني كده هي افتكر انها استوت كمان يعني. بصوا هبدأ هنا بقى اعمل ايه. ابدأ اشيلها بقى من الشوربة بتاعتها. طبعا انا حطيت ليه كله بقى هنا بودر. حطيت الورق اللورا، حطيت الحبهان، حطيت كل ده بودر ليه؟ علشان خاطر انا هسقط الرز على طول، مش عايزه يبقى فيه بهارات صحيحه. تمام. هي لو في بهارات صحيحه هنطلعها يعني، بس انا قلت احسن يعني. المهم بصوا البصل اهو، انا هسيبه زي ما هو كده في قلب الشوربه. بصوا بس بطلع كده كل اللحمه وكل اللحمه اللي فيها، او حته السمين اللي فيها او كده بطلعها. كنت غاسله نص كيلو رز بسمتي اهو، وكمان نقعاه. هنزل بقى بيه على طول على الميه. خلي بالك الميه تبقى اعلى من الرز بعقله، عقله وعقله وشويه. فاهميني؟ بصوا اهي. نزل بقى شويه دول كمان اهو. اديها كده تقليبه حلوه، واسيب الرز واشوف بقى كده الرز، اشوف الملح بتاعه. افتكر ان هو عايز ملح، احط عليه شويه ملح صغيرين اهو. وهسيبه كده يتشرب كده معايا. بصوا هيغلي، هسيبه كده يغلي اهو. غلي وبدأ وهيبدأ يتشرب معايا. مجرد ما يتشرب كده معايا والشوربه تقل، اغطي بقى واوطي عليه اهو. بصوا اغطي كده وغطيت بقى عليه ووطيت عليه اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في اللحمه. بصوا كان هنا كان هنا بقلبه بقى اهو. شايفين انا موطيه عليه خالص على فكره خالص يعني اهو. بصوا ما شاء الله مفلفل ازاي، ما شاء الله. ولونه تحفه تحفه بجد والله. تعالوا بقى نشوف اللحمه على ما هو يكون خلص عشان نطفي عليه. انا هنا مش هعمل اي حاجه غير ان انا هجيب اللحمه بس احطها في صينيه صغيره كده، اوزعها في صينيه صغيره، واعمل لها تتبيله كده بسيطه، ادهنها بيها، واحطها تحت الشوايه على طول اهو. طبعا لو وصلت لحد هنا عجبك الفيديو، اعملي بقى اشتراك في القناة، فعلي زر الجرس، ما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع معايا الفيديو. حطيت هنا معلقة بابريكا،
هحط كمان عليها معلقتين زيت. بصوا، وبس مش هحط حاجه تاني. وهجيب بقى الفرشه وابدا كده اقلب البابريكا في قلب الزيت كويس اهو. عايزه اقول لكم ان انا كنت بصور وبعمل الاكل والنور قاطع على فكره، يعني انا بشتغل على الفلاش. والله العظيم بجد يعني. المهم طبعا دهنت اللحمه كده كلها بالزيت والبابريكا، ودخلتها تحت الشوايه على طول، وعليت عليها الشوايه سنه كده بسيطه، وهتشوفوا طالعه عامله ازاي دلوقتي. بصوا اهي. هنا بقى انا هغرف، هي طلعت ما شاء الله شكلها تحفه تحفه، هتشوفوها دلوقتي. جبت هنا بقى عشان اغرف بقى على طول، كنت طفيت على الرز على فكره لما كنت حطيت اللحمه تحت الشوايه، كنت طفيت على الرز. هغرفه بقى اهو، كان بارد شويه صغيرين بس برضو ايه يعني، كان يا دوب حاجه بسيطه بس اللي بارد فين. بصوا اهو. هبدا بقى ايه، كنت هغرف بالمعلقه الكبيره دي بس ايه لقيتها رخمه، رحت جبت المقصوصه بقى الكبيره دي ما شاء الله. بصوا شايفين الرز لونه عامل ازاي، وانا هقربه لكم كمان عشان تشوفوه اكتر. بصوا ما شاء الله، شايفينه مفلفل ازاي ما شاء الله. الحبايه بحبتها اللهم بارك، شكله حلو قوي قوي. عندك مكسرات حطي عليه مكسرات، انا ما كانش صراحه عندي مكسرات مش هكدب عليكم. ماشي، وحطي اللحمه عليه وقدمي احلى كبسه. وطبعا ما كان النور قاطع بيني وبينكم. ما عملتش سلطه دقوس، قلت ايه اخلص بقى لان انا فعلا كنت فرهطت من الحر والله العظيم بجد يعني. الحمد لله. المهم ايه، المره الجايه بقى لما نعمل سلطه الدقوس لما نعملها مع الفراخ باذن الله، نعمل الكبسه بالفراخ. قولوا لي ايه رايكم كده في الفيديو. يا رب ان شاء الله كده اشوفكم يا رب على خير وسعاده وسلامه، وقولوا لي ايه رايكم. يلا مع السلامه. باي باي. بصوا اللحمه دايبه بس هي عشان سخنه مش عارفه امسكها قوي. بصوا ما شاء الله، شايفين الشكل اللهم بارك. ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا هنا عايزه يعني اوريكم الرز كمان عن قريب. بصوا الرز ما شاء الله مفلفل ازاي ما شاء الله، شايفينه ما شاء الله. واللحمه بصوا اللحمه دايبه يعني دايبه بس هي سخنه، انا مش عارفه امسكها والله بايدي. اشوفكم ان شاء الله على خير. يلا مع السلامه وباي باي.